لقد ابتليت الأمة المحمدية على مر العصور بالكثير من الخارجين عن جادة الصواب، الذين حرفوا دين الله وفسروا النصوص الشرعية على هواهم، فأوقعوا بعض ضعاف الأفهام في المهالك والضلال، زاعمين أن لهم المقدرة على الاجتهاد واستنباط الأحكام. ومن هؤلاء رجل مصري أفسد في البلاد وفتن العباد، وظهر على شاشات التلفزة الفضائية ليفتي بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، مخالفا بذلك النصوص القرآنية والحديثية مخالفة صريحة لا تخفى على ذي بصيرة، بل وضرب بأقوال العلماء وإجماعهم عرض الحائط، زاعما أنه يجتهد كما اجتهدوا. ولكن الله تعالى قيض لهذا الدين من يدفع عنه شبه المضلين الذين يشوهون الحقائق على ضعاف العقول والأفهام. فعملا بالآية الكريمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كان لزاما علينا أن نحذر من هذا الرجل الذي افتتن به بعض الناس، لا سيما بعدما دعي عبر شاشة التلفزيون للمناظرة العلنية أمام الناس، فما كان منه إلا أن تهرب، زاعما أنه لا ينزل إلى مستوى من يطالبونه بالمناظرة. ومن جملة ضلالات هذا الشيخ المصري أنه حرم زيارة قبور الصالحين والتبرك بآثارهم، وذلك في كتابه المسمى العبادة في الإسلام صفحة 142، حيث قال ما نصه: والتبرك بآثار الصالحين بقبورهم بعد مماتهم هما أوسع أبواب الشرك بالله. وهذا تكفير لمئات الملايين من المسلمين الذين يزورون القبور ويتبركون بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مر العصور، وتكفير للصحابي الجليل بلال الحبشي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قصد قبر النبي لزيارته وجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه. روى ذلك السمهودي في وفاء الوفا، وإسناده جيد. وكلامه فيه تكفير لسيدنا أبي أيوب الأنصاري، الذي ثبت عنه زيارته قبر النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه وجهه على القبر، والحديث رواه أحمد والطبراني وصححه الحاكم. كما أن الكلام فيه تكفير للأئمة الأعلام، فهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم، يعني زائرا، فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره، سألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى. بل إن كلامه هذا فيه تكفير لسيدنا عيسى عليه السلام، الذي ذكر في الحديث: لينزلن عيسى بن مريم حكما عدلا وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا وليأتين قبري حتى يسلم علي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت،
رواه البيهقي في السنن. وعلى هذا أجمع العلماء من السلف إلى عصرنا هذا، ولم يخالف في ذلك إلا ابن تيمية ومن تبعه في معتقده الفاسد. ثم تلقف الوهابية هذه الضلالة فراحوا ينشرونها، فلذلك كفروا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.